السلام عليكم ومرحبا بكم من قناتي قناة مطبخ كوكي وصديقاتها. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا تصوموا بالصحة والهنا ان شاء الله حبيباتي. اليوم كما راكم تشوفوا وصفة ميني بيتزا. نبداو مباشرة. الوصفة يعني وصفة هايلة خفيفة وتجيني بزاف هايلة. انا سورتو لاباط تاع الميني بيتزا نعتمدها من زمان، يعني حبيت نشاركها معكم. وعندي بديت معكم بلا صوص طوماط، الصلصه اللي نديرها في الميني بيتزا. درت هنايا حبه بصل وقطعتها عشوائيا، وحبه زروديه كنت ربيتها في الرقيق، ودرت حبه طماطم متوسطه ربيتها ووزعتها. وعندي هنايا طوماط كونسونطري، طماطم المعلبه نقليها باش تروح لها هذيك لاسيديتي، الحموضه كامل تروح. ندير فلفل وعكري، هذا واش نسحق، وجامبو اذا عندكم مرق الدجاج. هذا درت غير شويه باش تعطيني بنه، والملح باينه، ونخليها تتقلى مليح مليح. لاصوص طوماط تاعي هذه تطلق كامل الماء تاعها طماطم، وزعيتها رايتو وخليها تتقلى، ونعاود نولي نشوفها حبيباتي. كما راكم تشوفوا خليت لكم لا فيديو كما درتو كما خليتو، ما نقصت فيه والو، درتو كامل الفيديو باش تشوفوا كلش. انا لاصوص طوماط تاعي تجيني بزاف بنينه. هنايا باش تروح لي شويه ثاني كالحموضه كما راكم تشوفوا، نزيد لها شويه سكر، نزيد لها شويه سكر ونخليها. ما نزيد لها لا ما لا والو، يعني شوفوا غير هذيك طوماطيش تاعي طلقت لي الماء تاعها كامل، وما نخليهاش طيب، يعني حتى البصل يطيب مليح. ولا كما راكم تشوفوا ذبال لي شويه الطوماطيش هذه كلش طلقت البنه تاعها. نجيبها هنايا نميكسيها في البراميكسور وتكون ولدت لي لاصوص طوماط تاعي. بعد كي نميكسيها راكم تلاحظوا باللي اللون تاعها ولا ماهوش احمر فونسي، ولا احمر دابه وحنا نحبوا كما راكم تعرفوا البيتزا تاعنا هذا لاصوص تكون غوج حمراء. دونك واش ندير بعد ما نرفيها ثاني نديرها في المقله، ونزيد لها شويه عكري حلو. شكون نعاود نديها المقله ونزيد لها شويه زيت زيتون وشويه عكري، ونخليها غير شويه هكا فوق النار ونطفي عليها، وتكون واجده لاصوص طوماط تاعي. مباشره حبيباتي نروحوا نحضروا العجينه كيف كيف. واش نسحق في العجينه؟ نسحق حبه بيض، شويه زبده، خميره كيميائيه، سكر، ملح، لحظه، كاس حليب، وخميره تاع الخبز، وملعقه كبيره خل، والفرينه. بديت هنايا كاس حليب دافي، حبه بيض، يعني ندير كامل المكونات تاعي راني نخلط. البيض الحليب يكون دافي، غير ندير البيض نضربه يعني، وندير مغرفه سكر كبيره. وهنايا عندي 2 ملاعق زيت، ونزيد الملعقه ملعقه تاع خميره فوريه، ملعقه ممسوحه، يعني كما راكم تشوفوا انا درتها كان شويه سخانه. ملعقه ممسوحه ما نكثرش، يعني نخلط مليح، ونضيف هنايا قرصه ملح، والمغرف تاع الخل حبيباتي كما قلت لكم المغرف تاع الخل هذيك انا دائما نعتمدها في لي صالي في العجينه، سواء البيتزا لي سوفلي كاع المملحات ندير المغرف تاع الخل هذيك، تعطيني بزاف، يعني تعطيني واحد البيتزا تجيني خفيفه. من لي صالي كما قلت لكم يجوا بزاف هايلين. وهنايا الخميره ثاني تاع الحلوى ديروا غير شويه رشه هكا كما شفتوني، رشه ثاني كتجي بزاف هايله. جوغ هذه البيتزا تجيكم شغل ما تفهموا غاطو ما تفهموا صالي، تجي مقرمشه تجي هايله. والفرينه نبدا نضيف غير بشويه، نضيف غير بشويه كما قلت لكم حبيباتي، باش ما تغلبنيش، يعني الفرينه نضيف بزاف ومن بعد نحصل فيها. انا نسحق العجينه تاعي تكون طريه، ما نسحقهاش عجينه شاده روحها. هنايا بشويه نبدا نخدم بيدين لايم فيها حبيباتي. الفرينه بون ما نقدرش نعطيكم نقول لكم ديروا كاس ولا 2، باسكو كل وحده والفرينه تاعها واش تشرب واش تتلم لها. دونك الفرينه دوك نقول لكم كيفاش تسحقوا العجينه تاعكم تكون شويه تتلاصق في اليدين، ماشي طريه طريه وماشي شاده روحها،
هنايا بعد ما نلايمها كامل كما شفتوا كنت قلت لكم نسحقوا الزبده في المكونات. يعني بعد ما لايمتها كامل نجيب هنايا حوالي مغرف زبده، مغرف كبيره زبده ماشي ذايبه هكا نورمال، وندخلها في العجينه. او ميم طون راني ندلك فيها شويه وراني ندخل فيها في العجينه تاعي. ثاني هذه الزبده ثاني عندها سر كبير في البيتزا، ديروها يعني حتلاحظوا الفرق ما بين ديروها وما ديروهاش، تعطيكم واحد النتيجه روعه. ونكمل هنايا بعد ما ندلكها غير شويه وميم طون قلت كما قلت لكم الزبده راهي كامل تدخل في العجينه تاعي. ونخليها تريح لي. انا خليتها حوالي نص ساعه هكاك، واحد نص ساعه 35 دقيقه كانت خمرت لي. باردون. وهنايا ونجيب العجينه تاعي نعاود نكسر لها الخمور حبيباتي ونبدا نخدم. نفكركم حبيباتي اللي ما راهيش دايره متابعه القناه فضلا وليس امرا، وخليوا لي جيم كومونتير شجعوني في التعليقات تاعكم حبيباتي، وشاركوا هذه الوصفات مع لا فامي تاعكم باش تنتشر القناه تاعي. على بالي بلي مانيش نبارطاجي بزاف الوصفات راكم عارفين، والله غير الله غالب كل مره نقول نولي مي ان شاء الله هذه المره رايحه نشارك معكم بزاف وصفات هايلين وسهلين كما تعودتوا على الوصفات تاعي. هنايا باش نزين البيتزا تاعي كل وحده واش عندها، يعني كل وحده واش تزين. انا كان عندي هنايا زيتون خضر، زيتون كحل، وشويه فلفله وشويه دجاج. تقدروا ديروا طون فيونداشي، تقدروا كامل ما ديروش ديروا غير لاصوص طوماط وفرomاج غابي، ونسحقوا حتى الفرماج الطاري يعني هذاك تقدروا ديروا ثاني حتجي بنين. راكم عارفين كل ما درتوا لهذو الحاجات راح تجيكم بنينه. تقدروا ما حتى غير بلا صوص طوماط وشويه فرماج تجيكم بزاف هايله بنينه. راكم تعرفوا الميني بيتزا نبدلوا شويه ماشي غير بوراك. وهنايا نكمل كامل السنيوه تاعي حبيباتي، ونبدا ندير في لاصوص طوماط. صلصه الطماطم نديرها بارده ما نديرهاش سخونه، تكون بردت لي بطبيعه الحال. وندير كامل لاصوص طوماط حبيباتي. كما قلت لكم انا ندخل السنيوه تاعي للفرن ديجا نكون سخنته، ونشعل لها غير من التحت. والفرماج الجبنه الطاريه يعني فرomاج غابي ما نديرش حتى طيب لي شويه من التحت ونصيبها تحمرت لي مليح باش نطفي لها من التحت، ونخلي داك الفرماج تاعي والطوماطيش هذه لاصوص طوماطيتو يطيبوا لي من الفوقه. هذا ما كان. وكما قلت لكم هاكم تشوفوا هنا التزيين نتوما حرين، تقدروا غير كما درت هكا بلا صوص طوماط شويه زيتون شويه فرماج وانتم خدمتوا ميني بيتزا تشهي وبنينه. فوالا نديها للفور كما قلت لكم شعلت له من التحت كما هنا يعني طيبت غير من التحت ومن الفوقه، ومن بعد نشعل له من الفوقه نخلي هذاك الفرماج يذوب لي. يعني جاتني بزاف هايله. نقسم معكم العجينه صدقوني بنينه بزاف، ما تحسوش بها تاكلوها ما تحسوش كامل بها. تشهي جربوها وما راكمش رايحين تندموا. تهلاو لي في رواحكم بزاف ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا، ونتلاقاو المره الجايه مع وصفه جديده من مطبخ كوكي وصديقاتها. صحه فطوركم صحه سحوركم وتصوموا بصحه ولهنا ان شاء الله. مره واحده اخرى نقول لكم ما تنسوش متابعه القناه ودعم القناه وخليوا لي لايك وتعليقاتكم بزاف تفرحني. باي باي حبيباتي.